السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنبني عليه السنة دي إن شاء الله لجمهور الزمالك العظيم، زي ما بنينا السنة اللي فاتت وخدنا بطولة. بنينا هشجع الكيان بس محدش ليه جميل علينا. بس أنا شايف الفترة دي بعد مشيان جون، وواحد من الناس كنت معترض على مشيان جون، في تفرقة غير عادية على الميديا من جمهور الزمالك وفي الإعلام، وده النادي المنافس اللي هو عايز يعمله أو عايز يوصل له، وده خطر علينا. خطر علينا عشان جمهور الزمالك هو اللي حامي النادي، جمهور الزمالك هو اللي يجيب بطولات. فانا مش عايز التفرقه دي، ركزوا في الكلام ده كويس قوي يا جماعه. انا بره النادي بس زملكاوي، وزملكاوي مجنون مش اي زملكاوي يعني. وفي نفس الوقت على صفحتي دي لما بلاقي غلط مجلس اداره او من اللعيبه بنتقد اللعيبه وبنتقد اي نادي. الصفحه دي معموله للمصداقيه فقط لا غير. فانا شايف الفتره دي الميديا مصدره مشاكل جامده جدا نادي الزمالك، واحنا بلعين الطعم، واللجان الالكترونيه الرهيبه لنادي المنافس رهيبه. بس انا بقدر عليها لان فاهمهم، يعني باخد حقي دي دنيا واخره. يعني بيطلعوا لي حرام موبايلات، يعني سنه 99 في النادي الاهلي ما كانش فيه موبايلات. يا عم يا عم انا خدت موبايل وقلت كده لو فيكوا راجل يقول لي موبايل مين، يكتبوا يا حرام موبايلات وكده. بس انا باخد حقي وعملت بلاغات وخدت 3 احكام. وكان معايا طارق السيد، خد بقى المفاجاه دي بقى، طارق السيد نجم الزمالك طبعا. واحنا في مباحث الانترنت لقينا واحد من اللجان الالكترونيه القوي جدا بتاعهم اسمه مدام كوكا الاهلاويه، معرفش هو مدام ولا راجل، هو بره مصر يعني، بيتصل بطارق السيد من بره يقول له معلش يا كابتن طارق وكده. واحد من اللجان الالكترونيه عندهم عمل فيديو كابتن طارق السيد شتمه بالاسم، فعمل فلاشه وبوب ورحنا مباحث الانترنت على طول بيكلمه هناك. والمصحف زي ما حكيت وراح لا اله الا الله زي ما حكيت لكم كده. شوف بقى التكاتف، شوف النصابين والناس الحراميه والناس الخاينه مع بعض عاملين ازاي، متكاتفين عشان يعلوا بالنادي بتاعهم. هو ده عايز اوصله لك. طب يا سيدي امشي يا ابني كذا، وقفل في وشه السكه واتعمل فعلا بلاغ ضده، وانا عملت بلاغ ضده وخدت حكم عليه. لما يرجع بقى تعالى بقى روح، تعالى يا حبيبي، تعالى لي يا بابا، هو وغيره يعني. لسه في بلاغات تانية يعني. وسنه 99 في النادي الاهلي يا عم كان في موبايلات. ما انا قلت لكم لو فيكم راجل وموبايل مين، والله العظيم الكلام ده بيشغلني. ليه؟ باخد حق دنيا واخره، في الاخره هتجيلي تتبلى عليا بتقول كلام ما حصلش، تعالى لي بقى في الاخره كمان اخد الحسنات بتاعتك كمان يعني. فده بقول لجمهور الزمالك، تخيلوا ناس الخونه اللي هم مش رجاله في بيوتهم اللي بيقبضوا فلوس حرام عاملين كده مع بعض، واحنا اتفرقنا عشان ناقص 25 يوم ولا 21 يوم على الدوري، ما جيناش مدرب وعملوا وسووا، وانا واحد من الناس معترض على المجلس الاداره من زمان. بس ما قدامناش غير نتكاتف تاني، لعيبه وجماهير، عشان نبقى اقوياء. طول ما احنا اقوياء. في مره يا جماعه في نادي الزمالك كابتن طارق يحيى وكابتن اسماعيل يوسف كان بيجمعونا نلعب خماسي، نجيب النجوم كلها نلعب خماسي وبنتصور. اقسم بالله الميديا يا جماعه كان بيتجننوا ازاي اتجمعوا تاني وبيحبوا بعض تاني. طول ما انت بنحب بعض وبنقرب لبعض، الناس دي ضعيفه جدا. طول ما احنا متفرقين هنقع وحشه قوي. هم اقوياء بيبيعوا شرفهم وبيبيعوا حياتهم كلها عشان خاطر ناديهم، يعني مش فارق معاهم حاجه خالص. تشتم رئيس نادي، تشتم لعيبه، يضربوا بعض، يختاروا، ولا فارق معاهم خالص. هم اقوياء في الميديا، بقوا ضعاف في الملعب وضعاف في اوضه اللبس. فاحنا مش عايزين نبقى ضعاف. فانا بطالب كابتن حسين لبيب وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن طارق يحيى والنجوم الكبار كابتن احمد رمزي، النجوم الكبار في نادي الزمالك يعني، لازم يا كابتن نتجمع. لازم يا كابتن حسين لبيب تجمع الناس وتلم الناس. احنا داخلين على مرحله من اخطر المراحل. احنا بتوع كوره عارفين 20 يوم قبل الدوري دي كارثه، 20 يوم قبل بطوله افريقيا كارثه. انا مش هلعب كونفدراليه، بطوله سهله وضعيفه مالهاش لازمه. انا هلعب بطوله افريقيا دوري الابطال، و20 يوم فتره العياد دي مش دي صعبه جدا يعني، صعبه، ومهما تكون قوتك صعبه. فمحتاجين نتكاتف كلنا عشان اللي جاي صعب، نعرف نرد ونتكلم ونعرف نواجه. فهو طالب كابتن حسين لبيب والكباتن الكبار لازم نتجمع كلنا تاني، ولازم الجماهير كلها على الميت بايد واحده. هقول لكم على حاجه، شفتوا كام واحد اعلامي وكام واحد لجان الكترونيه وفيديوهات وتويتات والصحفي فلان والجربوع فلان والمعفن فلان قال لك نادي الزمالك مش هيشارك في بطوله افريقيا؟ افتكروا الكلام ده. 90% من اللي على الميديا لك نادي الزمالك مش هيشارك والنادي الاهلي داخل مكانه. بصوا الطاقه السلبيه اللي بيصدرها لكم، والنادي الاهلي راح في الكونفدراليه والزمالك في دوري الابطال. عشان بوصل لك رساله، هم كدابين. ما تصدقوش اي فيديوهات وما تصدقوش اي اعلامي، والله كدابين وهجاصين. انا من في اول واخر عايز نرجع نبقى كده. بس الفيديو ده عامله عشان كده
نرجع نبقى كده عشان نادي الزمالك، نادي الزمالك، وانا يا عم انا مش زعلان حد، ايا كان مين المخلوق يعني. نرجع لو بقينا كده هم هيبقوا كده، كده هيبقوا كده، والله ما هيتشافوا. سلام.